هذيك قناة الشروق هذه تخرج عليك. قطعوها ما تفرجولهاش. هذيك غير ديال المخزن. وبسخو هذيك ديال العسكر ماشي ديال المخزن. المغاربه على من والو يطلعوها ماشي بحال شي وحدين. نحن إن هزمنا ولم نخسر. كيفاش عاود. نحن إن هزمنا ولم نخسر. جمله مفيده الله يخليك. شي بعض المرات الثقافه والفلسفه الزايده كتصيح بشي مواقف. قال لك انهزمنا ولم نخسر صافي كملات. قبل كانوا يقولوا باللي صافي تحسم المنصب والجزائر نزلت بالثقل ديالها سياسيا واقتصاديا وما نعرف اش كان كيخربق علينا. دابا ملي خسرت فيز امام الليبي قال لك لا سيدي الجزائر ما كتدخلش السياسه في الرياضه. لو كان دخلنا السياسه في الرياضه كنا الليبي. الله يعطينا وجهكم. حد كاين غير في الكذوب وتخرج العينين ونصهم الكثير غير شفار. أقول لكم إحصائيا أن من أكثر الشعوب امتهانا للسرقة هو المجتمع الجزائري، وهذا شيء مؤسف جدا. بل أن النصاب السارق المحترف تعتبر يعني هذه فهلوة ذكي. ليش تعطينا التقرير يا ياسر؟ تقرير من فضلك. اسعد تعطيني الجواب. تقرير من فضلك. اسعد الشرعي على غير طرح بدا شكون هو يقاطعوا الكرغولي، ولكن هاكو السياسه ديالو. هادي راه دراسه حقيقيه للكرغولي، غير ما يخرجوش ليا ثاني ويقولوا كذوب واخبار زائفه. العلم انهم هما اللي كيروجوا الاخبار الزائفه وما يمشوش به. مثلا فاش يقول لك الحد الادنى للاجور 30,000 دينار، واجر العاطفه عن العمل اللي كيسميوها منحه البطاله 18,000. اسمح لي عزيزي المشاهد نصدقك ونقول لك هذا الكلام غير صح. وكون بصح غادي نشوفوا الجزائريين اكثرهم بطالين من غير الا كانوا مغفلين، لان الفرق ماشي بزاف. صافي كملات راه خنشلو كلشي. بقات لهم تمازير ديالنا عن النوبه وسلاطه. غدا النوبه ما نعرف تكون. المهم ندوزو واحد الفيديو. واحد السوري فتح نقاش على الموضوع العلاقات المغربيه الجزائريه وجابت متدخلين من بلدين بجوج، وبغيتك تحلل وتناقش موضوع الفيديو وتشوف مستوى المغربي والجزائري. نشوفوا الفيديو ورجعوا نحلل. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش الواجب الوطني لايك وشير. ولكن انت ما مشتركش في القناه كندعوك تنضم للجيش ديالنا. السلام عليكم.